جمهور الزمالك حرفيا بيطبق مقولة الزرط بيذبح فرد. طبعا كلنا عارفين الجملة دي، اوعى تقول لي ما تعرفهاش. جمهور الزمالك طلع علينا بعد ماتش الاهلي وسموحة وقال بالنص كده: لو مش عارف تكسب سموحة تعالى لي وانا هكسبها لك 5. يا راجل، ده انا كسبت سموحة بمحمد عبد الغني ورؤى، مش عارف تكسب سموحة؟ انت جامد وفشيخ ومفيش منك اتنين. تعال اقول لك بقى الزمالك بيكسب الفرقه دي ليه والاهلي بيعاني قدام الفرقه دي ليه. اولا الفرقه دي بتعتبرك فرقه من فرق متوسط الترتيب في جدول الدوري، يعني زيك زي المصري زي انبي زي الاتحاد، مع كامل احترامي للفرقه دي. يعني بيهاجمك وبيهاجموه في الاخر اي فريق بيكسب، زي مثلا الاتحاد كسب المحله كسب المصري عادي جدا، يعني مع كامل احترامي للفرقه دي. انما قدام الاهلي الفرقه دي بتعمل بلوك دفاعي، وبالنسبه لهم التعادل مع الاهلي مكسب. التعادل مع الاهلي بالنسبه لهم مكسب، لكن في النهايه بيفتحوا الملعب قدام منك، وفي النهايه اي فريق بيكسب عادي، ايه المشكله يعني؟ هتاف جمهور الزمالك في الماتش اللي فات في الكونفدراليه بعد ما كسبوا فريق محدش يعرف عنه، اول مره اسمع عنه اساسا، بيقولوا: لا اهلي ولا اسماعيلي الدوري لينا. الفوز على مركز شباب ده مقوي قلبك قوي كده؟ فعلا الزرط بيذبح فرد.